تخيل طائفة عاشت 400 سنة بتظهر بشكل وتخفي شكل تاني. ناس بيصلوا في المساجد بالنهار وفي السر بيمارسوا طقوس يهودية، يهود الدنيا. والقصة اللي محدش يعرفها، في سنة 1666 الإمبراطورية العثمانية في عزها، وفي مدينة أزمير التركية ظهر راجل اسمه شبتاي زيفي. الراجل ده ادعى إنه المسيح المنتظر عند اليهود، واتجمع حواليه آلاف اليهود من كل حتة. السلطان العثماني محمد الرابع غضب وأمر بالقبض عليه وخيروه بين الإسلام أو الموت. المفاجأة شبتاي اختار الإسلام وتحول ظاهريا للدين الإسلامي وأصبح اسمه محمد أفندي. أتباعه قالوا إن ده جزء من الخطة الإلهية واتبعوه وأعلنوا إسلامهم برضه، لكن في السر كانوا بيحتفظوا بمعتقداتهم وطقوسهم اليهودية. وظهرت طائفة جديدة، يهود الدنيا، اللي معناها المتحول أو المرتد. الدنمة عاشوا في المجتمع التركي كمسلمين، بيصلوا في المساجد وبيصوموا رمضان وبيظهروا كتابعين للدين الإسلامي، لكن بينهم وبين بعض كانوا بيتكلموا لغة خاصة وبيمارسوا طقوس يهودية، وكانوا مجتمع مغلق بيتجوزوا من بعض. ومع مرور الزمن بقت الدنمة من أغنى الطوائف في تركيا، سيطروا على التجارة والبنوك، واندمج بعضهم تماما في المجتمع التركي ونسيوا أصولهم، وبعضهم رجع لليهودية علنا. الغريب ان البعض بيقول ان يهود الدنمة كانوا سبب في سقوط الخلافة العثمانية. مصطفى كمال اتاتورك نفسه اتهموا البعض انه من الدنمة. النهاردة معظمهم هاجر اسرائيل او اندمج في المجتمع التركي تماما. لكن السؤال اللي بيشغل ناس كتير، هل لسه في احفاد للدنمة بيخفوا هويتهم في الدول الاسلامية؟